ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اسفين ان احنا اتاخرنا عليكم في تنزيل فيديوهات الفتره الاخيره، والنهارده انا جايلكم بطريقه المحشي. ناس كتير او من العرايس الجداد او الناس اللي ما بتعرفش تدخل المطبخ وحابين يجربوا ان هم يعملوا المحشي، عملت لكم بكل تريكاته عشان ينجح معاكم وطعمه يبقى لذيذ جدا. وكمان عملت لكم طريقه لف ورق العنب علشان تعرفوا بيتلف ازاي صح جدا ويطلع معاكم شكله كويس. قبل ما ابتدي احب افكركم ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، ولو انتوا اول مره بتشوفوا القناه ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. ويلا نشوف وصفه النهارده. اول حاجه عندي هنا هجيب حله كبيره وهسخنها كويس جدا، وبعد كده هضيف فيها حوالي 4 معالق من الزيت كبار، من 4 معالق ل5 معالق من الزيت. بعد كده هجيب واضيف عليهم 5 بصلات كبار مفرومين، او ممكن 4 بس كبار كفاية، وهبدأ اشوحهم زي ما انتوا شايفين. انا بدأت هنا انزل بكمية البصل اللي عندي. طبعا حابين تقللوا الكمية مفيش مشكلة، حسب انتوا بتعملوا كمية المحشي قد ايه. انا هنا كمية المحشي كانت كبيرة عشان هعمل ورق عنب وهعمل محشي مشكل معروف العادي اللي هو بتنجان وكوسة وفلفل. هبدأ اشوح البصلة لحد ما تدبل معايا وحجمها يقل. هنا وممكن تستخدموا بصل زي ما انتوا حابين، سواء بصل ابيض او احمر او الاتنين مع بعض مش هتفرق. اهم حاجة لو هنستخدم بصل ابيض ناخد بالنا ان احنا بنقلب فيه، لان البصل الابيض مجرد بس بنسيبه على النار شويه كده بيبتدي يحرق الحاجات اللي بتبقى في جناب الحله، بتبدا تتلسع معانا ومش هتدينا طعم لطيف، لان احنا عقبال ما نخلص هتكون اتحرقت. فيفضل ان احنا نقلب فيه من فتره للتانيه لحد ما البصله بتاعتنا تتبل كويس جدا. انا هنا زي ما انتوا شايفين ايدي فيها طول الوقت. عموما البصل الكتير يا جماعة بيدي طعم حلو جدا في المحشي، بيبقى طعمه مسكر كده وبيدي طعم حلو قوي، وبالذات في الكرنب. وطبعا انا عملت لكم قبل كده وصفة الكرنب نزلتها لكم، بس كان حصل خطأ في الفيديو ان وصفة الخلطة نفسها ما كانتش كاملة، فدي تقدروا تستخدموها هي بس الفرق ان احنا زودنا في البصل، لان الكرنب بيحب البصل جدا. لو حابين تشوفوا الفيديو فهو موجود وهسيبه لكم في الديسكريبشن بوكس، صندوق الوصف تحت الفيديو. انا هنا البصله بتاعتي خلاص اتدبلت وحجمها قل خالص زي ما انتوا شايفين، لونها اتغير. دلوقتي نزلت عليها بالثوم، ده حوالي نص راس توم او راس توم كامله فرمتها، ولو احنا موجود عندنا فحوالي معلقتين كبار من، لو احنا عندنا التوم مفروم جاهز فحوالي معلقتين كبار من التوم المفروم، معلقتين مليانين. هبدأ اقلب التوم مع البصل لحد ما التوم يندمج مع البصل وريحته تطلع. مجرد ما الاقي التوم خلاص كله داب معايا هبدأ انزل بالطماطم بتاعتي. ده كيلو من عصير الطماطم، طبعا معظمنا تقريبا بيبقى مخزن طماطم، دي كانت علبة حوالي كيلو. وهضيف لها دلوقتي كمان معلقتين من الصلصة الجاهزة، معجون الصلصة الجاهز، علشان تديني لون احمر اكتر ويبقى شكل المحشي بتاعنا حلو، وكمان بتفرق في الطعم. زي ما انتوا شايفين انا هنا اضيف معلقتين كبار مليانين. احب افكركم ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو لو عجبكم، تعملوا له شير مع اصحابكم. لو انتوا اول مره بتشوفونا ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مننا كل فيديو جديد. انا هنا زودت صلصه شويه، حسيت ان هي محتاجه. بعد كده انا هنا بدأت اضيف معلقتين من معجون الفلفل الحار او اللي هي الهريسة.
طبعا لو انتوا مش حابين تحطوا شطة خالص او حابين تحطوا شطة باودر فمفيش مشكلة. وهقلب الصلصة كلها وبعد كده هسيبها معايا لحد ما تتسبك وقوام الصلصة بتاعي يتقل. انا مش عاوزة يكون فيها مية تقريبا خالص، يعني المية بتاعتها كلها تتشرب، وهلاقي الزيت بتاع الصلصة بتاعتي طلع على الوش كده، اعرف ان هي دخلت في التسبيك. بس انا مش طبعا مش هوقفها لحد هنا، لا انا هسيبها لحد ما تشرب كمية المية كلها. هنا كانت اتسبكت وقلبتها، بس هي لسه فيها مية بالنسبة لي، ده مش اللي انا عاوزاه. هسيبها لحد ما تشرب تقريبا المية بتاعتها كلها. انا عايزاها تضعف النص تقريبا. زي ما انتوا شايفين كده الزيت طلع على الوش، وشايفين تقريبا شبه ما بقاش فيها ميه. الميه دي كلها هيشربها الرز والخضره اللي احنا لسه هنضيفهم. انا هنا هبدا اتبل الصلصه بتاعتي، هضيف لها معلقتين من الملح ونص معلقه فلفل، وهضيف معلقه من السكر صغيره. كل المعالق اللي انا قلتها دي صغيره. وبعد كده ضفت كمان كمون نص معلقة صغيرة، وهضيف دوت 7 بهارات. لو حابين تضيفوا بهارات لحمة او بهارات فراخ، بس يفضل 7 بهارات. وهنا ضفت النعناع، وكمان ضفت معلقة من الكزبرة الناشفة. بعد كده هبدأ انزل عندي بلحمة مفرومة. انا هنا اللحمة كانت مجمدة شوية معايا، يفضل ان احنا نكون مطلعينها من قبلها. انا بضيف اللحمه نيه، هبدا اقلب في اللحمه لحد ما اللحمه تفك معايا خالص. وبعد كده ابدا اضيف باقي مكونات الخلطه بتاعتي. انا هنا اللحمه كانت فكت، هبدا انزل بكميه الرز اللي عندي كلها. انا هنا استخدمت 3 كوبايات من الرز. انا هنا بعد ما ضفت الرز هبدا اقلبه كله كويس مع الصلصه. وبعد كده هبدا اضيف الخضره اخر حاجه بنضيفها. هبدا دلوقتي اضيف معاكم الخضره. انا هنا مستخدمه انواع الخضره كلها، كزبره وشبت وبقدونس، حزمه من كل واحده. هبدأ اقلبها معاها. انا هنا الحلة بتاعتي رغم انها اكبر حلة، بس ما كانتش مكفية الكمية كلها، فهقلبها شوية وبعد كده هنقلها في مكان تاني عشان احشي المحشي براحتي جدا. انا هنا كنت نقلته في مكان تاني وهبدأ احشي معاكم. زي ما انتوا شايفين بحشي البتنجان. اهم حاجة واحنا بنحشيه ما نوصلش في الرز للاخر، وكمان لما اضغط عليه من الجناب زي ما انتوا شايفين كده الاقي الرز ما طلعش على الوش. دي اهم حاجة، لان انا الرز بتاعي هينفش. يعني تقدروا تقولوا ان انا بحشي الصباع 3/4، بسيب الربع الاخراني فاضي علشان الرز بتاعي لما ينفش ما يخرجش براه ويبقى المنظر مش لطيف. ونحاول واحنا كمان بنحشي نشيل اي زيادات في المحشي من المحشي بره. وهكمل كمان بنفس الطريقة دي. واحدة تانية حابة اوريها لكم. ده شكله بعد ما حشيته كله. شايفين الفلفل بضغط عليه برضو الرز مش بيطلع، وكمان الكوسة. دلوقتي هبدأ احشي معاكم ورق العنب، ودي تريكات كتير قوي ناس ما تعرفهاش ليه. انا هشيل الفرع بالطريقة ديت، واحنا بنحشي على الناحية الخشنة زي ما انتوا شايفينها وفيها عروق ازاي. انا بشرح لكم في الفيديو. الناحية التانية هتلاقوها بتلمع زيادة. انا هنا هحشي على الناحية الخشنة، هنحشي على الناحية الخشنة وعروقها بارزة. باخد كمية من الرز وافردها بالطريقة دي، وابدأ اخد الجزء التحتاني هضيفه على الرز والم الجناب والف الصباع واضغط وانا بلف الصباع بتاعي عشان يفضل ثابت ويفضل محافظ على الشكل بتاعه.
زي ما انتوا شايفين اهو صباع اوديه يمين شمال ما بيتحركش معايا. هعمل معاكم واحدة تانية. انا عملت دي كانت ورقة صغيرة، الورقة دي كانت متوسطة، بيبقى فيه ورق اكبر من كده وصعب ان احنا نلفه كله، يعني دي عادي ان احنا نلفها زي ما انتوا شايفين. بقول لكم مرة تاني، الناحية اللي بتلمع بره وبنحشي على الناحية الخشنة اللي العرق بتاعها بيكون بارز. نبدأ نضيف الرز وما نزودش الرز كتير قوي، نضيف شوية وبعد كده بناخد الأطراف اللي تحت نلفها بالطريقة دي، وناخد الأطراف اللي في الجناب يمين وشمال. بعد كده نبدأ نلف ونضغط شوية واحنا بنلف، ما نضغطش قوي عشان الصباع ما يتقطعش مننا، بس نضغط علشان الصباع يكون ماسك نفسه وما يتحركش او يفك معانا. دي هنا بقى حبيت اوريها لكم، وهي كانت ورقة كبيرة جدا، يعني زي ما انتوا شايفين كبيرة بزيادة، فانا هقسمها بالنص زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي، وهحشيها عادي. طبعا انا بوريكم انا طبعا ما بحشيش بالطريقة دي، انا بحشي على ايديا زي ما انا هحشي دي دلوقتي حالا. ببدأ اضيف الرز بالطريقة دي والفه، برضو احاول الم الجناب والف الصباع على بعضه، وهيلف معانا وهيطلع في حجم الباقيين عادي زي ما انتوا شايفين كده. دي كمان هلفها بنفس الطريقة، هلف على الناحية الخشنة. شايفين هو كمان طلعلي زيادة انا ما كنتش واخدة بالي منها، فالورقة فعلا كانت كبيرة قوي. حطيت كمية الرز المناسبة وبعد كده بدأت الف على ايديا. طبعا ما تفوش تلفوا على ايديكوا، في طريقة تانية بان احنا نلفها بكياس وكده، بس ده بالنسبة لي اسهل. شلت الزيادة واهو الصباع بتاعي خلص، وهكمل الحلة بنفس الطريقة. نيجي هنا بقى نسقي المحشي. انا هنا كنت بدأت اسقي المحشي بس ما كنت صورت من اوله، هنا كنت بحط اخر حاجة خلاص. زي ما انتوا شايفين بملى الشوربة بتاعتي لحد نص الحلة بس، سواء شوربة فراخ بط بقى، اي شوربة هنستخدمها او لحمة. مجرد ما تغلي بالطريقة دي هسيبها شوية واقفل عليها واوطي واسيبه تحت منه الشياطة واسيبه مع نفسه خالص. وكمان محشي ورق العنب ده بقى هملاه لحد نص الصباع اللي في اول الصف خالص. زي ما انتوا شايفين كده المية واصلة لنص الصباع اللي في الاول خالص، وبرضو هسيبه لحد ما يغلي، ومجرد ما يغلي هغطي عليه بطبق، وبعد كده الغطا الاساسي بتاع الحلة او ممكن غطا حلة اصغر بس يكون كفاية. ومجرد ما يغلي معايا بالطريقة دي بغطي عليه واسيبه برضو على الشياطة تحت منه وواطي على الاخر لحد ما يستوي. وده كان شكل النهائي للوصفة بتاعتنا النهاردة. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، هستنى تجربوها وتقولوا لنا رأيكم في الكومنتات تحت الفيديو. ومتنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو مع اصحابكم، ولو انتوا اول مرة بتشوفونا متنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. ولو انتوا حابين ان احنا نجرب لكم اي وصفة انتوا عايزينها اكتبوا لنا في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.